ليس كسرته في الكلام. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وببرنامجنا منارة الثقافة الذي يتبنى دائما قضية الوعي. يسعدنا أن يكون معنا النهارده قامة وقيمة ثقافية، اللواء الشاعر حاتم يوسف. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود. سيادة اللواء، احنا النهارده بنحتفل بالذكرى 73 لعيد الشرطة. احنا في برنامج منارة الثقافة دايما بنتبنى فيه قضية وعي، المواطن يكون على وعي، يعني عارف يعني ايه، ليه الدولة اختارت يوم 25 من كل عام انه يكون عيد الشرطة. احكي لنا الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك وبشكر القائمين على الثقافة واتاحوا لنا الفرصة ان احنا نيجي نشارك النهارده. الحقيقة الشرطة تاريخ وحكايات طويلة، الوقت عمره ما هيكفينا ان احنا نحكي عن بطولات ولادنا ورجالتنا وابائنا. يعني يمكن الوالد ضابط لواء شرطه وضحى، واخويا لواء شرطه وضحى، وابني الله يرحمه استشهد. يعني احنا جيل بيسلم جيل، كلنا متفقين على حاجه واحده، البذل ودون انتظار المقابل. يعني احنا ضابط شرطه لما بيخش على الموت وعارف ان ممكن يموت وداخل، ده ما فكرش في بيته ولا ابنه ولا طفله ولا اي حاجه، فكر في مهمته. يمكن كان سعدت ان انا اشتغلت في الاداره العامه لمكافحه المخدرات طيله 25 سنه. كان انا بوهب بعملي لله، يعني انا نازل امنع شر رايح لاولادنا، رايح لابن واحد زميلي او جاري او صاحبي او حد في الشارع. الحقيقه عيد الشرطه سطروا رجال صدقوا معاه الله عليه. يعني اولا يمكن معلومه الناس ما تعرفهاش، ان الفنان صلاح ذو الفقار ده من ابطال عيد الشرطه. اللواء مصطفى رفعت العميد كان ايامها احمد رائف. عايز اقول لحضرتك سطروا لما جه البريجيدير اكسهام قال لهم تسلموا النقطه والمحافظه والاسم، قالوا له احنا مش هنسلم ولو خدتونا جثث هامده. استشهد في واقعة عيد الشرطه الذكرى 50 واحد و80 مصاب. العدو كان معاه اعداد وتعداد سلاح يفوق كذا مره الناس اللي كانت بتواجهه، وحقيقه هم سطروا. انا يمكن كان حظي ان قعدت مع سياده اللواء مصطفى رفعت الله يرحمه. اللواء او الفنان صلاح ذو الفقار كان ضابط على ابويا في الكليه وقعدت معاه. عايز اقول كان حظي ان انا قعدت مع الناس دي وحكوا لنا. وغير كده في ناس كتيره جدا، الشهيد علي خاطر